المركز الأول بعد أن تساوتا في نسب التصويت في اللحظات الأخيرة من بدء البرنامج. هما الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو وقائد حماس الجديد أيضا في غزة يحيى السنوار. صوت لهما 37% من المتابعين لكل منهما. بعدهما جاء نجم الكرة الأمريكية مايكل بينت كما أسلفنا ونال 16% من أصواتكم. في المركز الأخير حل مستشار الرئيس الأمريكي المستقيل مايكل فلين، حصل على 10% من الأصوات. إذن من الأسير رقم 1 في سجون الاحتلال يتحول القيادي في حماس يحيى السنوار إلى العدو رقم 1 لإسرائيل. أسق الصوماليون آمالا كبيرة على حكم الرئيس المنتخب محمد عبد الله فرماجو الذي يصفونه بالسياسي النزيه وحسن السمعة. عرف الصوماليون فرماجو حين كان رئيسا للحكومة عام 2010. فمن هو الرئيس الصومالي الجديد الذي اختاره جمهور الجزيرة هذا الأسبوع؟ شخصية هذا الأسبوع أيضا تغلبه على أكثر من 20 مرشحا لكرسي الرئاسة فاجأ كثيرين. الأكاديمي والسياسي محمد عبد الله فرماجو هو الآن الرئيس التاسع للصومال منذ استقلالها عام 60. لا يعد فرماجو غريبا عن مراكز صنع القرار في مقديشو، فقد سبق له أن شغل رئاسة الحكومة عام 2010 خلال ولاية الرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد. لم يطل المقام بفرماجو رئيسا للوزراء، فبعد 7 أشهر فقط استقال من منصبه بموجب موائمات سياسية وضغوط إقليمية ودولية لنزع فتيل أزمة بين رئيس الصومال آنذاك ورئيس البرلمان. ورغم قصر عهده في الحكومة تمكن فرماجو من تحقيق إنجازات بقيت راسخة في أذهان الصوماليين. ففي عهده مثلا كانت الرواتب تصرف شهريا على خلاف الحكومات الأخرى. مدعوما بتأييد شعبي قوي خاض فرماجو سباق الرئاسة في عام 2012، لكن دون أن يتمكن من تخطي حظوظ الرئيس السابق حسن شيخ محمود. وبعد نحو 5 أعوام يعيد فرماجو الكرة، لكن محققا المفاجأة هذه المرة. بالنظر إلى واقع الصومال وحال الصوماليين، فإن اكتساح فرماجو لانتخابات الرئاسة كان بالفعل احتمالا واردا بقوة. فنصف أعضاء البرلمان نواب جدد غالبيتهم من الشباب المتعطش للتغيير. أما الصوماليون فقد أنهكوا بفعل عقود الحرب الأهلية والمجاعة والفساد السياسي، وضاقوا ذرعا بالتدخلات الدولية والإقليمية التي تفرض عليهم من يحكمهم. عوامل عززت حظوظ فرماجو الذي يوصف بالنزاهة وحسن السمعة وبأنه لا يخضع لأجندات أحد. لنقترب أكثر من شخصية الرئيس فرماجو ودلالات فوزه وكذلك التحديات التي تنتظره وتنتظر الصومال معه. ينضم إلينا من مقديشو يوسف حسن رئيس تحرير صحيفة حقيقة تايمز ورئيس نادي الصحفيين الصوماليين، ومن لندن جوناثان أوفاي أنسا رئيس تحرير مجلة أفريكا بريفينج المعنية بالشؤون الأفريقية. مرحبا بكما. سيد يوسف حسن، ما الدلالات المنتظرة أو التأثيرات المنتظرة من انتخاب فرماجو على هذا النحو الذي ربما أشاد به كثير والذي يمثل سابقة في المحيط العربي أن يتم تداول السلطة بهذه السلاسة؟ ما الذي يمكن أن يؤثره على المجتمع المفكك والأمن المنهار والاقتصاد المتردي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الرئيس فرماجو شخصية فرضت نفسها على الصوماليين، فرحبه معظم الصوماليين في أنحاء البلاد في الداخل وفي الخارج ترحيبا لم تشهد الصومال في السنوات الماضية. ثانيا من المنتظر من الرئيس فرماجو أن يقوم باستتاب الأمن في الصومال، حيث تشهد حاليا الصومال بانفلات أمني شامل. فشلت الحكومات السابقة بتوحيد الصومال، ويتوقع أن يوحد فرماجو البلاد، خاصة المناطق الجنوبية التي كانت تشهد بحالة من عدم الاستقرار في 20 سنة الماضية. ومن المتوقع أيضا منه أن يخلق مجالات عمل أو فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، وأن يقوم بمصالحة شاملة للبلاد، وأن يوقف الهجرة إلى
دول الجوار وإلى الغرب. طيب على ذكر دول الجوار، دعني أسأل السيد جوناثان من لندن. يعني الصومال يعيش أو يمثل نقطة كبيرة بالفعل في محيط زاخر بالاضطرابات وبالتجاذبات من هنا وهناك. هل تعتقد أن هناك تحديات إقليمية يمكن أن تقف أمام فرماجو وحلم إعادة الاستقرار لهذا البلد المنكوب بالحروب الأهلية منذ عقود؟ نعم، كما تعلمون أن البلاد قد جزئت إلى قبائل أو عشائر، بل وأفغاذ عشائر وأفغاذ الأفغاذ، وبالتالي فهذا هو ما عليه الوضع، ويسمى بدولة الصومال كدولة فيدرالية. وبالتالي ما ينبغي أن يقوم به السيد فرماجو حاليا هو أن يوحد ويجمع العشائر أو القبائل المختلفة ليجعلها دولة واحدة موحدة. ومأخذ المثال من صومالي لاند وبورتلاند الذين استطاعوا أن يوحدوا صفوف بلادهم. إذن هذا واحد التحديات تواجه السيد فرماجو حاليا، وهي أن يجمع مختلف العشائر والقبائل سوية ليشكلوا دولة واحدة موحدة. طيب هذا يعيدنا إلى الملف الداخلي أو الحالة الداخلية في الصومال من جديد. أسأل ضيفنا من مقديشو يوسف حسن، ما أوراق القوة التي يمتلكها فرماجو في هذه اللحظة على كافة المؤشرات الخاصة بالتنمية، تعليم وصحة واقتصاد، تقبع أو يقبع الصومال في ذيل دول العالم؟ السؤال لك سيد يوسف حسن. ما أوراق القوة؟ لا أسمع. طيب دعني أطرح نفس السؤال على ضيفنا من لندن، ما أوراق القوة التي بين يدي السيد فرماجو ليتم مهمته على النحو الذي يرجوه كثير من الصوماليين؟ نعم، كما تعلمون ينبغي عليه أن أولا يحسن الوضع الأمني في البلاد. وعندما أقول أمن فأنني أعني بذلك المخاطر التي يمثلها الشباب على الأمن الوطني والبلاد. أن الشباب قد أوقفوا لحد الآن على يد قوات الاتحاد الأوروبي، عفوا الأفريقي أميسوم. وعند الحديث عن أميسوم فإن غينيا وكينيا هددتا بسحب قواتهم من هذه القوة، وبالتالي إذا انسحبت قوات هذين البلدين سيحصل فراغ. وبالتالي فما ينبغي على الصومال أن تقوم به هو أن تحاول أن تضمن أمن البلاد ككل من مخاطر الشباب. سيد يوسف حسن، أرجو أن تكون عدت معي وتستمع إلي الآن. قلت إن في كافة مؤشرات التنمية من تعليم وصحة واقتصاد وغيرها يقبع الصومال في ذيل القائمة دائما. يعني على سبيل المثال نصيب الفرد الصومالي من إجمالي الناتج المحلي يبلغ $400 فقط في العام، ويقبع بذلك الصومال في المرتبة رقم 230 على دول العالم في المركز الأخير. كيف سينهض السيد فرماجو بكل هذه الأعباء جملة واحدة في هذا البلد؟ والله الرئيس محمد عبد الله فرماجو أمامه تحديات واسعة وكثيرة. أول هذه التحديات من حيث التنمية، الصومال هي من أفقر البلاد حاليا. مرتبات الموظفين لا يدفع في الوقت المحدد، وأكثر من 9 شهور مثلا لم يدفع لمستحقات ومرتبات الموظفين الحكوميين، وهذا ما ينتظر منه أول تحدي له. ولا يوجد إمكانيات يستطيع فرماجو أن يدفع بهذه المرتبات. وكذلك التعليم يتطلب إلى إمكانيات اقتصادية هائلة، ولا يوجد ذلك حاليا. فمن المنتظر والمتوقع منه أن يجد أموال
إنفاق التعليم، وكذلك الصحة سيئة جدا. المستشفيات العامة لا يوجد فيها أطباء ولا يوجد فيها الأجهزة اللازمة. شكرا جزيلا فمن لك. المفترض من الرئيس فرماجو أن يوفر للصوماليين كل هذا، وهذا ليس ممكنا في الوقت الحالي. حسن رئيس تحرير صحيفة حقيقة تايمز كان معنا من مقديشو ورئيس نادي الصحفيين الصوماليين. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وأشكر ضيفنا من لندن جوناثان أوفاي أنسا رئيس تحرير مجلة أفريكا بريفنج المعنية بالشؤون الأفريقية. بعد الكشف عن شخصية الأسبوع تعالوا نتعرف بعد الفاصل على أهم أحداثه وفقا لتصويتكم. هل هو اشتعال المعارك في الجبهة الجنوبية في سوريا بعد أشهر طويلة من الهدوء، أم زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الخليج